السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض، بس انا قلت سريعا كده. انتوا عارفين انا بقالي فترة بس ما طلعتش لايف، وفي نفس الوقت يعني الحقيقة كان عندي ظروف صحية الفترة اللي فاتت، يمكن ما كنتش منتظم في العيادة قوي. فلما انتظمت وبدأت اشتغل الحقيقة لقيت في مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. احنا لسه ما دخلناش المدارس وبدأت اعراض الانفلونزا بالبرد والمتحورات وكده. عشان كده انا النهارده طالع معاكم بالماسك عشان انبه برضو تاني ان الماسك لازال مهم جدا 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 جدا، بالذات في الاماكن المزدحمه، وبالذات في زياره عيادات الاطفال او عيادات الانف واذن او عيادات الصدر او اي عياده او اي مكان طبي او اي مستشفى او اي مركز. ما تخشش فيه من غير ماسك، وما تخليش ابنك ماشي من غير ماسك. راجعوا تاني الحاجات دي يا جماعه، كانت مهمه جدا وكنا ملتزمين بيها. احنا داخلين على فتره حرجه، مش معنى كده ان في حاجه خطيره، بس الاعراض اللي موجوده اليومين دول كبرد، انفلونزا، متحور، في اشكال كتيره جدا 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 من المشاكل. وبدا كل بتوع الحساسيه وكل بتوع الشيست انفكشن وكل بتوع التعب بيبتدوا يظهروا. احنا كل ده والمدارس ما دخلتش. اللي دخل اللي هم بعض المدارس الانترناشونال او بعض المدارس الخاصه، عدد قليل جدا ما يمثل 10%. 90% داخلين اخر الشهر، ومتوقع الشهر الجاي يكون فيه مشكله شويه. في بدايه الدراسه تملي بيحصل شويه التجمعات والحاجات زي كده. طب نعمل ايه؟ يعني بدايه مهم جدا 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 ان احنا قدامنا لسه شهر ممكن نحضر نفسنا واطفالنا كويس جدا. انصحكم ضروري ضروري تطعيم الانفلونزا الموسمي اللي هو الفيروسي. انصحكم بالكورس بتاع البرونكوفاكسوم. انصحكم بفيتامين اي. في فيديوهات كتير انا كنت نزلتها قبل كده للتحضير للمدارس والحاجات اللي زي كده. الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا. اي طفل داخل المدرسه يعمل صوره دم، نشوف نسبه الانيميا، نشوف نسبه الحديد، كل ده بيفرق معانا في العدوى المتكرره اللي بتحصل له. ما ينفعش ان احنا نفضل سايبين نفسنا كده ونيجي ايام الدراسه نقول هو بيعيا كتير، هو بيغيب كتير، هو عنده مشكله. الناس اللي عندها حساسيه انف او صدر تبتدي كورسات المناعه، كورسات الوقايه، كورسات المتابعه بتاعتها. ما تنتظروش يحصل المشكله وبعدين نقعد نجري ورا بعض. في برضه حاجات مهمه جدا في التطعيمات ونزلنا فيديوهات ليها قبل كده، زي المكورات الرئويه الخاصه بالالتهاب الرئوي للاطفال اللي هم متكرري العدوى التنفسيه. شرحنا برضه البرونكوفاكسون بيتاخد ازاي، فيتامين اي بجرعاته بيتاخد ازاي. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا، على الاقل بناخد بالاسباب ونحضر نفسنا قبل دخول الشتاء. ان شاء الله باذن الله كده تكون فتره تعدي بسلام. لكن تاني وتالت انا لازلت في العياده بالماسك، بالحقيقه انا ما قلعتوش من ساعه ما بدات الكورونا والكوفيد من سنتين ثلاثه. لكن انا انصحكم تستمروا برضو على الاقل في التجمعات والاماكن الطبيه والاماكن المزدحمه و الحاجه الاخيره اللي احب انبه عليها وشفناها كتير اليومين دول، حديث الولاده، النيونيتس. الناس اللي والده لسه الفتره دي وعندهم بقى الاسره جايه تبارك وعندهم سبوع وعندهم تجمعات وعندها، شفنا بيبيهات كتير جدا جدا دخلت في مشاكل ميكروبات، وبالذات موضوع المتحور او موضوع الكوفيد او كده. في اطفال محجوزه كتيره بجهازها التنفسي في فده مش كويس. معلش مع احترامي، يعني اللي هيجي يبارك لك ده ويزورك وبتاع كتر خيره ودي حاجه سوشيال كويسه، لكن هو هيروح بيته وانت هتشيل المشكله وابنك هيتحجز في المستشفى وقد يصل الى التهاب رئوي وتنفس صناعي بدون داعي. كان نازل كويس وصحته كويسه. فاللي والدين الشهر ده وهيولدوا الشهر الجاي لازم يخلي بالهم من الازدحام والزياره والعادات الجميله اللي احنا بنعملها، بس نخلي بالنا لان الوضع بقى حساس. يبقى احنا كده مهم جدا 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 ان احنا نبتدي، اي حد داخل على دراسه يبتدي يحضر نفسه بالتطعيمات والتغذيه والتحاليل والكلام ده. وان شاء الله باذن الله اتمنى لكم كل صحه وعافيه، وان شاء الله الامور كلها تمشي زي الفل وتعدي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.